إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم يلقى الله. خير ما أوصي به نفسي وإياكم تقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس عباد الله، يقول الله جل في علاه وعظم في عالي سماه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول الله جل في علاه وعظم في عالي سماه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إخوة الإسلام، كل ما في هذه الدنيا من قوانين القرآن والسنة، الدين والإنسانية، العقل والنقل، تدل على أن أهم الروابط وأن آكد الأواصر هي التي تجمع كلا منا بأصله الأصيل، الوالدان الأصيلان. تلك هي السلالة التي بنى الله سبحانه وتعالى وركب منها الإنسانية. ومن فرط بأصله فرط بدينه، ومن فرط بدينه فليس له إلا النار يوم القيامة. فشأن الوالدين عظيم وحقهما كبير في رقبة كل واحد منا. ولقد استفاض القرآن في ذكر هذه المسألة المهمة العظيمة: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وحتى لو كان الوالدان كافرين فإن لهما على الإنسان حق وصلة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقد جعل بر الوالدين يتقدم على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. وفي قصة الرجل المشهورة الذي جاء يجاهد في سبيل الله وقد ترك والداه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. فهذا بيان واضح من فم النبي صلى الله عليه وسلم بأن بر الوالدين هو الجهاد في سبيل الله، وبأن بر الوالدين
يتقدم على الجهاد في سبيل الله تعالى. إخوة الإسلام عباد الله، بر الوالدين سبب عظيم من أسباب دخول الجنة، فلهما باب مخصص من أبواب الجنة الثمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد والوالدة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء فليحفظ ومن شاء فليضيع. كما أن بر الوالدين إخوة الإسلام سبب عظيم من أسباب الرزق الذي نسعى في هذه الدنيا لتحصيله، وسبب عظيم من أسباب طول العمر وفضله، لأنهما أحق أن يصلهما المسلم، وأحق من ينفق عليهما. وليس هناك من رحم على المسلم أكثر تأكيدا من الوالدين. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اسمع، من سره أن يبسط له في رزقه، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ويتأكد بر الوالدين في كل حين، ويزداد الأجر كلما تقدم الوالدان في السن، حيث يدفع الأبناء عن كاهلهم هذا الحمل الثقيل. كل يريد أن يتخلص من والده، كل يريد أن يتخلص من هذه المرحلة التي يراها عناء على نفسه، وما علموا أنه كلما ثقل الحمل زاد الأجر والثواب عند الله تعالى. ولو تذكر الواحد منا إخوة الإسلام، لو تذكر الواحد منا شأن والده وهو يكابد الليل والنهار ليأتي له بلقمة العيش وليجمع له مالا يعيش منه من بعده، لو تذكرت هذا الفضل ما عققته أبدا. ولو تذكرت أمك وهي تمسح عنك الأذى وأنت صغير، وهي مسرورة بذلك، ثم عندما كبرت تثاقلت في رعايتها وتثاقلت في إطعامها مرة واحدة، تغسل عنك النجاسة وهي مسرورة بذلك، ثم أنت تتقزز من غسلها مرة واحدة. كم كنت تكرر العبارة أمامها وهي مسرورة كلما كررت تلك العبارة، وتقول لك بعين الحنان أعد علي. ثم إذا كبرت وكررت العبارة أمامك مرتين تثقلت من سماعها. كم كانت تمسح وتمسك بيدك وأنت صغير تعلمك المشي وتفرح لذلك، فلما كبرت تثاقلت أن تمشي معها مرة واحدة. وبعد موتهما لا يتذكر الإنسان أن يزور قبرهما إلا في اليوم الذي نهى العلماء فيه عن زيارة القبور. لا يتذكر في زيارة قبر والده ووالدته إلا في يوم العيد، في اليوم الذي نهي المسلم أن يزور فيه القبور. يتذكر المسلم زيارة القبور في هذا اليوم. ربما لا يتذكر الدعاء لوالديه إلا في الشهر مرة أو في العام مرة، ولربما في العمر مرة، ولربما لا يتذكر والده إلا وهو عندما يقتسم الميراث يقول رحم الله والدي، وبعدها لا يذكر هذا الوالد أبدا. هذه هي الحقيقة إخوة الإسلام التي يغفل عنها المغفلون، أنك إذا فعلت ذلك مع أبويك اليوم فإن أولادك سيفعلون بك نفس الحكاية،
فكما تدين تدان، والجزاء عند العلماء من جنس العمل. فعقوق الوالدين من العقوبات التي تعجل لصاحبها في الدنيا، فلنتق الله سبحانه وتعالى في والدينا، ولنعلم أنهما من أكثر القربات ومن أجل الطاعات التي نتقرب بها أمام رب البريات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وصحبه وآله ووفده صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر التي يلقى بها الإنسان ربه تبارك وتعالى، وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أولا أدلكم على أكبر الكبائر، أو ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، فلم يدخل الجنة. رغم أنف أن تكون الجنة في بيتك ولا تطلبها، وأن تكون الجنة في دارك وألا تحوز عليها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب عقوق الوالدين الأساسية، من أسباب عقوق الوالدين الأساسية، أولاً أن الوالد لا يختار لأبنائه أماً حسنة. أول عقوق أنت تعق به أولادك قبل أن يعقوك أنك لا تختار لأولادك أماً حسنة. والأم الحسنة ليست هي الأم الجميلة، ليست هي الأم التي تقضي نهارها على الأفلام والمسلسلات والأغاني والكلام الفارغ. الأم الحسنة ليست هي التي مبلغ اهتمامها بأحدث الموديلات، ليست هي التي مبلغ اهتمامها بقيل وقال والكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان. الأم الحسنة هي التي تغرس في أولادها القيم، هي التي تغرس في أولادها السكينة والطمأنينة بذكر الله سبحانه وتعالى. الأم الحسنة هي التي تنشغل في تربية أبنائها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وتأتي المسألة الثانية وهي دور الأب، كم يقضي وكم ينفق من عمره ومن وقته في تربية أولاده على لا إله إلا الله. كم نربي أبناء على حب المال، وكم نذكر المال في اليوم، وكم نذكر الدنيا في اليوم، والعقارات والسيارات والعمارات كم نذكرها في اليوم. وكل هذا لا ينفعنا إلا بمقدار عيشنا في هذه الحياة، ثم نمضي سريعا إلى الله سبحانه وتعالى. فلنعتبر ممن مضى. إخوة الإسلام عباد الله، الغرب التافه، الغرب الكافر يحتفلون بما يسمى بعيد الأم، والله إنها لقمة المهزلة، لقمة السخرية أن نقلدهم في أعيادهم، وأن نقلدهم في حركاتهم وفي أشكالهم. الأمة المقلدة ليست بأمة ريادة وليست بأمة قيادة، هذه أمة تتبع غيرها، تنتظر أعيادهم
تنتقل من عيد إلى عيد، ما شاء الله، من عيد الحب إلى عيد المرأة إلى عيد الأم. وننتظر ما يأتينا من ركام تافه. رأيت تاجر بيوزع في عروض تجارية قبل يومين، ومكتوب على هذه العروض بالخط الأكبر: تنزيلات كبرى بمناسبة عيد الأم. الله أكبر. ما لنا إلا نجعل لعيد الأم صلاة العيد ونكبر يوم عيد الأم. هذا يوم تافه اخترعه الغرب، لأن الكافر هناك يزج بأمه وأبيه في ملاجئ العجزة، فلا يتذكر الواحد أمه إلا في هذا اليوم، فيحضر لها هدية بأنه لا يتعرف على أمه إلا يوما واحدا في السنة. فنقولها وبكل صراحة: تقديم الهدايا في هذا اليوم حرام، وتخصيص هذا اليوم بزيارة الأم وعمل فيه أشياء أيضا حرام، لأن هذا من تقليد الغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الأمة الإسلامية أمة واعية، ما ينبغي عليها أن تكون أمة مقلدة لغيرها، ولا يجوز لنا أن نتشبه بغيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارحم المعتمرين، اللهم ارحم المعتمرين، اللهم ارحم المعتمرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع أهلهم بالصبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسر المأسورين، واغفر الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خواتيم أعمالنا خيرا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا ربنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم وفي هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا غائبا إلا سالما رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم كن مع المستضعفين في بلاد الشام، في فلسطين، وفي سوريا، وفي العراق، وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم على وجه الأرض أحدا. اللهم عليك بالظالمين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قم إلى صلاتكم وأقيموا الصلاة.